فايه قصه اهل الكهف؟ بيقول له لما سالوك عن اهل الكهف انت ظنيت ان قصه اهل الكهف دي عجيبه العجائب. ده احنا عندنا ايات اعجب منها كتير، انما خدها دي. احنا قلنا بقى ايه؟ ولا التصحيح في ايه؟ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان قول بعدها ان شاء الله. لان لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال الا ان شاء الله يقول لك هنمنع التخطيط. طب ده الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل ترتيب. قال لك خطط على كيف ودبر على كيف واعمل مقدمات على كيفك، بس كل حاجه تقول فيها ايه؟ ليه؟ شوف تكريم الله لعبده. ربنا بده يكرم عبده انه يكون كذاب. قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا 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 هيحصل بكره ان شاء الله، عشان ما حصلش تبقى ما شاءش. طب ايه قصه اهل الكهف بقى؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف، احنا عارفين الكهف هو فجوه في الجبل. طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المرقوم يعني المكتوب، فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه ايه؟ اسميهم ان اصحاب الكهف والايه؟ والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. مش هي العجيبه الوحيده، لا، من اياتنا العجيبه، كل اياتنا عجيبه. ايه هي بقى؟ اذ اوى الفتيه الى الكهف. كلمه اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حته يقوا اليه، ويقوا يعني يلجا اليه، يروح له يأرز. وفتيه، اهي كلمه فتيه هنا بقى دي جايه بمعنى يعني ايه؟ شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وايمانهم بربهم موقفا امام جبروت الكفر وطغيان الايه؟ الشرك. وفتيه، والفتيان دول لسه يعني ما هماش لو قالوا عجايز، لانهم فتيه امنوا بربهم في فتوه، يعني انهم فتيه. ولا الفتاء هنا فتاء الايه؟ فتاء الفاعل، يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. لما اول الكهف قالوا ايه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سايبين اهلهم، سايبين الحته بتاعتهم، سايبين ارزاقهم، سايبين كل حاجه، وفروا ايه؟ بدينهم، وراحوا للكهف المكان الايه؟ الضيق. المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياه، وما فيش فيه مقومات حياه يمكن دي تشغل بالهم. قال لك لا، ده احنا لنا رب. راحوا ضارعين لله، ربنا يعني متولي امورنا، اتنا من لدنك انت رحمه من عندك. ما فيش رحمه دلوقتي من الخلق، ما فيش رحمه من البشر لانها في فجوه جبله. اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، اي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على اذانهم يعني غطينا اذانهم بايه؟ بغطاء. مش هو قالوا بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحملنا رحمه من عندك، او يجيب رحمه. فربنا قال انا مش هقعدكم ومش ده انا هعملكم ايه؟ هنيمكم. يبقى دي اقصى انواع الايه؟ اقصى انواع الراحه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. والحق هو الضارب والمضروب هو الآذان، ولكن أكان الضرب للرحمة أم للعقاب؟ كان الضرب للرحمة. ليه؟ لأن الله أراد أن يريحهم راحة هي أقصى ما يكون من الراحة. لأننا قلنا اللي بيشتغل يقف، واللي يقف وتتعب يقعد، واللي يقعد يضطجع وكده وبعدين يجي الايه؟ النوم. يبقى اذا النوم ده معناها ايه؟ معناها الراحه العامه التي حتى تطغى على الالام العضويه بالذات الايه؟ بالذات الانسانيه. يبقى هم لما قالوا ربنا وهيئ لنا من امرنا طيب فضربنا. مش معنى كلمه ضربنا على اذانهم ان اول آلة ادراك تؤدي مهمتها هي الاذن. والأذن تمتاز أيضا بأنها الإدراك الوحيد
الذي لا ينتهي من الإنسان وهو نائم. لما ينام ما يقدرش يشوف، كل حاجة تتعطل إلا مين؟ لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء. وهؤلاء الفتية دخلوا إلى الكهف، والكهف ده وقف كده في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عرضة للإيه؟ للعواصف وللرياح والحيوانات وللصراخ وللمش عارف، كل دي أشياء تزعج النائم. فلو أن الله لم يضرب على آذانهم تبقى الراحة مش كاملة. فقال الآلة اللي ما بتنتهيش ديا وبتؤدي مهمتها دائما نعطلها، فتعطلت الآلة لحد ما ناموا 300 سنة وازدادوا 9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ساعة ما تسمع كلمة عددا دي افهم انها شيء كثير، لان القليل ما ينعدش يبقى معروف كده، لكن يعني ما دام دخلت العد، ولذلك تقول لك فلان عنده 1,000,000 عدا ونقدا، ده دليل على انها يعني امر كتير، يعني ينعدش. سنين عددا. ثم بعثناهم يعني ايقظناهم. ما دام ناموا يبقى ما كانش موت بقى، بعثناهم، إلا أنها لما طالت المدة بقت زي كأنهم ماتوا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حزبين أكن في طرفين، أما قال لك ولا هم هيسألوا بعض إن لبسنا، يقول لك ده لبسنا يوم، بعض يوم قعدوا يختلفوا، ولا الناس اللي بره، يبقى علشان نشوف مين اللي حصل عدد بالضبط. القصة لحد هنا آوى فتية إلى الكهف فرار بدينهم، وبعدين ربنا ضرب على أذانهم في الكهف وقعدوا سنين عددا، وبعدين بعثهم عشان يشوف أيهم أحصى عدد، يعني اللي هيعرف المدة. هذه القصة زي ما يكون برقية، البرقية دي ما ادتش الصور اللي تدينا كل اللقطات. إذ آوى الفتية إلى الكهف. ليه آووا؟ ما جابش اللقطة دي. ايه الحوار اللي حصل بينهم وبين الخصوم؟ ما قالش ليه. الله، يبقى لازم كان يقول لنا بقى. قال لك بقى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. بقى هنقول لك عليه التفصيل. فكأنه اداله بس برقية بسيطة كده، وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن، من اللي بيقول نحن؟ الله. وهنقص عليك نبأهم بالحق، لأن اللي بيقص لأن القص من غير، إن كان غير الله يمكن تهت منه معلومة، يمكن هواه زق حتة وكل حتة، إنما لما ربنا ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. يبقى إذا في قصص ما يوصفش بالحسن، القصص اللي يجي كده فيه مش دقيق. لكن لما ربنا يكون بيقول أنا اللي هقص، يبقى معناها يبقى بالحق اللقطات كلها. يبقى فائدة القصص القرآني إنه كلمة قصة وقصص دي تدل على دقة الأداء، لأنها من قص الأثر. كان زمان لما واحد يعمل أي حاجة يشوفوا يجيبوا قصاصين الأثر، يقول له الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف يبقى بيتتبع الواقع ولا ما بيتتبعش الواقع؟ يبقى إذن القاص يتتبع الواقع. فربنا هيقص عليهم النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنه اسمها المذكرة التفسيرية، دي المادة البسيطة، وبعدين هتيجي المذكرة التفسيرية. أكن برضه ربنا بيقول له إن فيه برضه ناس قالوا القصص دي إنما ما مش دقيقة شوية، دي فيها كده ودي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، هي برضه إذ أوى الفتية. طيب إنهم فتية، ادي بقى حقيقتهم، هم فتيتهم امنوا بربهم. امنوا بربهم، ادي المساله بتاعتهم، ادي الصفه. امنوا بربهم وزدناهم هدى. الله، والذين اهتدوا زادهم هدى. ما دام امن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله مشعر ومش عارف حقائق، وينمي فيهم
زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سوره كذا، ده مش عارف المساله دي، طب اساله مش عارف ايه، تقوم انت لما تساله كده تنبسط منه، تقول له طيب ودي كذا ودي كذا، ويبقى تعالى لما افهمك، ويبقى تعالى مش عارف عشت مشكله الله. يبقى اللي تشوف عليه اقبال للعلم بتديله ايه؟ بتديله العلم. كذلك اللي اقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى. انهم فتية، هذه واحده. والفتاء ده عرضه انه يبقى مش مشغول بدينه، انما دول فتية ومشغولين بايه؟ امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله، ايه ربطنا؟ الربط هو شد الشيء، تربط الدابه يعني تشدها الى شيء عشان ما تروحش لا كده ولا كده، تربط القربة علشان الميه ما تطلعش، تربط السره علشان مفيش حاجه تتبعزق منها. يبقى الربط المقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط، تحافظ عليه عشان ما يروحش. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، عشان القلب ما يبقاش فارغ. اذ قاموا فقالوا ربنا. يقول لك ايه ده بيتكلم كذا وقال كذا وانا وقفت له، يمكن ما وقفش ولا حاجه بس قال له يعني على مالك انت بتقول ايه؟ ده كلمه قاموا دي يعني دليل على ايه؟ على ان الامر افزعهم لدرجه انه ايه؟ يقول له حيلك ويقف له. اذ قاموا فقالوا ايه؟ ربنا رب السماوات والارض. الله، طب قوموا ليه؟ طب هم يقول مين؟ لازم حد عارفهم، لازم حد ايه؟ عارفهم. امال ايه؟ امال بقول لك وقفت له، يعني وقفت له حينما قال كلام ايه؟ يخليني ايه؟ اقوم له. والله وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، يبقى في معركه، في كلام يناقض الكلام ده، هم واقفين في السكه والمقابل الحزب الثاني في سكه. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. يبقى الفريق المقابل بيقول لهم ايه؟ روحوا خذوا الهه ثانيه، لن ندعو من دونه ايه؟ الها. ان ادعينا اله لقد قلنا اذا شططا، يعني تجاوزنا الايه الحد. هؤلاء ادي الفريق الثاني، هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة متعددة، مش كده؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يجيبوا لنا حجة ان كلامهم ده صح؟ يبقى اذا الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتيه بتوع الكهف، الفريق الثاني المقابل هم جمع قام، يبقى قاموا قالوا هذا الكلام. لقد قلنا اذا، اي اذا اتخذنا الهه، يبقى قلنا ايه؟ شططا تجاوزنا الحدود. هات الفريق الثاني بقى، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين. طب قولوا لنا حجتكم ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم. اذا كلامهم لبعض بقى، ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وقدرنا نجالد وسبناهم. اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. يلا نروح للكهف وننقطع عن البتاع ونفر بديننا الى مين؟ الى الله. فاووا الى الكهف. كهف ضيق، قال لا اوعوا تقولوا الكهف ضيق، لاننا رايحين رحله لمين؟ مهاجرين لله. وما دام الكهف ضيق، الضيق ده يناسبه البسط والسعه. ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. إيه؟ شوف الكهف، هيقول الكهف واحد من الكهف ضيق، هنعمل ايه ونمد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي؟ قال لك ينشر له، ما هو ايمان قوي بقى. قال لك بقى احنا هو ينشر يبسط ويوسع. يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذي هاجروا اليه لن يسلمهم، وهيخلي لهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خلى لهم الكهف، ولان النايم لو شايف واسع ولا ده، والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له انا لمدركون، قصه فرعون، مش قالوا له انا لمدركون، شافوا كنوز فرعون وراهم اهو وهم خارجين وادي البحر اهو، قالوا له بس خلاص لو وقعنا. ماذا قال موسى؟ بص كده لقى الطير. ماذا قال موسى؟
قال كلا كلا بملء فيه، ده يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة. قال لك يا كلا بلغتي إن معي ربي سيهدين. ونعرف الكلام ده، إن معي ربي سيهدين. قال له اضرب بعصاك أهو ليه ولا الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياة أبدا، مقوم من مقومات الحياة مش موجود، كهف ضيق. قال له لا، ربنا هينشر الرحمة، وبعدين مقومات الحياة اللي احنا بنسميها المرافق، مش بنسموا الحاجات دي مرافق، ويهيئ لكم من امركم مرفقا. اوعوا تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا، اوعى. ربنا اغناهم حتى عن المرافق، لان برضه لما يعوزوا يبقوا عايزين حاجه قال لهم لا، ولا تعوزوا مرافق حتى ننامهم مرتاح. ويهيئ لكم من ايه؟ من امركم مرفقا. وبعدين ربنا بقى بعد ما ضرب على اذانهم وعصمهم من ان الاصوات تزعج النوم وضرب على الاذان، عمل حاجه ثانيه، جاب الضوء علشان تعرف ان الضوء ده للنائم من اخطر ما يكون. وبعد ذلك اهو بينوا لنا خطر الاشعه دلوقتي، لما يعمل لك اشعه في حاجه ولا بتاع وبعدين يظهر اثرها فيما بعد وهو الى اخره، عشان نعرف ان الظلمه لها ايه؟ لها مهمه. وبعدين الشمس، طب الشمس بنعمل فيها ايه؟ هو خالق الشمس، الشمس كله في فلك يسبحون، كل حاجه لها مدار. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور يعني تميل. امنت بالله الخالق، علشان الضوء ما يدخلش عليهم، يقوم يزعج الراحه بتاعتهم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وعشان تشوف الدقه. وبعدين اذا غربت تيجي ذات الشمال، تبقى المقابل موجود ولا لا؟ الله. ترى الشمس اذا طلعت تزاور يعني ايه؟ تميل. ومنه الزور، هو الزور ليه زور؟ لانه اصله بيميل عن الحق، مش كده؟ ويقول لك مالك مزور مني كده، مزور مني يعني مايل عني، بتقابلني كده وتبعد عني. ما هي المعنى واحد ولا لا؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن ايه؟ عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال لا، ايه الحكايه دي؟ الشمس اللي لها فلك وبتسبح فيه ومش عارف ايه بتاع، ربنا يغير لهم نظام الفلك؟ ايوه قادر، هو القادر اللي بيعمله كلها في ايه؟ في يد القدره، يعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده ويلعب شغلانه كبيره. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الايه؟ وكلمه قال احنا عرفنا الزور مين وتقرضهم. القرض احنا عندنا انك انت تطلع شيء من عندك تديه لواحد. طب الشمس لما كانت هتغرب هتيجي قبل الباب كده، قالت لهم انا هسلفكم ان ما جيش. تقرضهم ذات يعني امر غير حقكم، امر غير ايه؟ غير حقكم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وجعل الفعل من تزاور الشمس وانها تقرضهم فعل للشمس، كأن ربنا ضابط حركه الشمس على هي اللي تعمل من نفسها، مش عايزه كل حاجه كون ولا بتاع، زي ما تطلب القنبله الموقوته دي. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه، اي في ايه؟ الكهف. ذلك من ايات الله. وما دام قال من ايات الله، اوعى تقول ازاي الشمس تميل كده وازاي تعمل كده وازاي مش عارف ايه ينام، ما اوعى تقولها، لانها من ايات الايه؟ ذلك من ايات الله. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته، واعطى لكل مخلوق قانونه، انما مش المخلوق ياخد القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه. فيه قيومية على القانون يعطله ان شاء ويحركه ان شاء. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبوا يعني لو رحت كده
يخيل لك انهم ايه؟ صحيح. قال ازاي بقى؟ قال لك لانك شايفهم ايه؟ بيتقلبوا ويعملوا ونقلبهم ذات الايه؟ قال لك نقلب، اهي كلمه نقلبهم دي من اعجاز الاداء القراني. لان الواحد لما ينام له اسبوعين على سرير في مستشفى ولا في اي حته يقول لك ايه؟ ده جاله مرض تاني اسمه قرحه الفراش. وقرحه الفراش دي اعاذنا الله جميعا منها ساعه ما تيجي شغلانه لا حد لها، فربنا يقوم ايه؟ مقلبهم. علشان برضه من ضمن الاعجاز الادائي في الايه؟ في القران. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه. كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ما هو الكلب ممكن يظهر رعاه اي حاجه، الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط ذراعيه بالايه؟ بالوسيط. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه ومفيش وعي. ايه الحكايه دي؟ يقول لك تخاف منه. لو اطلعت عليه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. برضه كلمه البعث لان النوم الطويل ده شبهه بالايه؟ شبهه بالموت. وكذلك بعثناهم عشان قضيه بينهم وبين بعض بقى، ليتساءلوا يعني يسالوا بعضهم ايه؟ بعضا. ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يبقى الفريق الثاني اللي هيرد يقول ايه؟ الانسان لما ينام وكده ويشبع ويصحى يعني يقدر انه نام قد ايه، ما يقدرش يضبط الزمن اللي نامه، انما يقدره على اكبر تقدير يحدث يوم او بعض يوم. اخذوا من هذه انهم لما سالوا بعض لم يجدوا شيئا في ذواتهم قد تغير عن يوم ناموا. الشباب هو شباب، شعر اسود شعر اسود، الصحه هي مش مثلا 300 سنه خلوهم يعجزوا، هم زي ما هم، بدليل انهم كان قال له لبسنا يوما او بعض يوم. لو ان واحد بص كده ولقى شكلهم اتغير، لقى الشعر الاسود ده بقى ابيض ولا عجزوا ولا اكعهم ولا عمل مش عارف ايه، كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا. فقال ايه؟ لبسنا يوما او بعض ايه؟ يوم. وديا وقفت المجدوع حين يسأل عن زمن لا يدري كنهه، هو طويل عند الله انما قصير عنه. ولذلك احنا زمان قلنا في سورة البقرة قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض ايه؟ يوم. قال بل لبست 100 عام. طب لما قال لبست يوما او بعض يوم ازاي قال؟ لازم ما لقاش في حاجة متغيرة، فإدى أطول المدة اللي ينام فيها الإنسان يوما أو بعض يوم. قال له إيه؟ لا بل لبست، اضرب عن الكلام، بل لبست 100 عام. طب ده مفيش حاجة اتغيرت فيه خالص. أم قال لك علشان أنت صادق في يوم أو بعض يوم مش هنكذبك، وأنا صادق في أنها 100 عام، فكيف يتأتى الصدق من الله في 100 عام والصدق في يوم أو بعض يوم؟ أهدي الفزورة بقى. أم قال له وأنت ساعة ما جيت كان معك حمار، نعم، ومعك طعام عشان تاكل. طب بص للحمار بتاعك كده. أم بص للحمار لقاها عظام وتراب ومش عارف ايه. عظام وتراب يبقى مسألة يعني بقى لها مدة. إذا فالعظام والتراب من الحمار دل على أن الله صادق في أن 100 ايه؟ 100 عام. طب ويوم أو بعض يوم؟ قال له وأنت صادق انظر إلى طعامك اللي أنت جايبه ولا أهبل محمودش، هو طازة زي ما هو. يبقى الزمن بالنسبة للطعام يوم أو بعض يوم، وبالنسبة للحمار 100 عام. أم قال لك ودي يعملها مين؟ قال لك يعملها رب لأنه هو القابض الباسط. ما يعملهاش إلا إيه؟ ما يعملهاش إلا إيه؟ كذلك هم دول برضه. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا اللي بده ينهي الخلاف إيه؟ ما تسيبونا من الحكاية دي، ربكم أعلم بما لبثتم. ما تتناقشوش في حاجة إيه؟ مش هنوصل فيها النتيجة. لا، ربنا بيقول انقل الجدل
من شيء لا تستطيع أن تنتهي فيه إلى شيء تستطيع أن تنتهي. بلاش جدل في المسائل اللي ما تقدرش عليها. خلاص سيب دي لله وما تقعدش تقعدوا تضيعوا طاقتكم فيها وشوفوا لنا الكلام المفيد، زي ما يكونوا جماعه بيتكلموا في كلام وينقلوا في كلام ويقول لك سيبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. ايه الكلام؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق يعني الفضه، اسمها الفضه، الفلوس كانت فضه بقى، يعني فلوس حجر مش ورق زي دلوقتي. الى المدينه عشان يجيب لنا طعام، لانهم بمجرد ما استيقظوا ابتدات بقى ايه الحاله الاستثنائيه انتهينا منها، بقيت بقى الحاله الاستيقاظ بقى عايزين ياكلوا. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. جعانين والجعان ده عايز اي حاجه ياكلها، يقول له لا بس لاحظ شوف لنا الحاجه الذكيه يعني الطاهره، يعني برضه عايزين يحافظوا على الحلال والايه؟ عايزين الحلال والحرام. ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه، بس يكون شاطر، اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل بيكون خلسه كده عشان ما حدش يشوفه. هم فاهمين بقى الناس متتبعينهم يقولوا ولاد الايه دول راحوا فين وعمالين بقى العسل والدنيا وعايزين يشوفوهم فين وليتلطف. يا سلام. ولا يشعرن بكم احدا. ليه؟ لانهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم، يعملوا فيكم ايه؟ يرجموكم، ادي واحده، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يبقى برضه احتياط مين؟ احتياط للدين. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. أأنتم بس لسه في الدنيا موجودين ومع ذلك نمتم هذه النوم وبعثناكم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أيضا إنهم عثر عليهم بعد ما يعني هم لسه فيهم في الحياة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الجماعة اللي عثروا بقى عليهم صح بمجرد ما عصرهم وقضي عليهم اجلهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. دي مساله يعني يجب ان يؤرخ بها ويحافظ عليها. يظهر ان اللي قالوا كده وناس على مسحه من الدين، قال لك ده دين يجب ان تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصه هؤلاء ويعلمون ان الذي يقف بجانب عقيدته ويفر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكره الى ان تقوم الساعه. ابنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على امرهم، البنيان ما نبنيش بنيان كده مطلق، نعمل عن مسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات ابتدأوا بقى الناس ان هم كان فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني ما حدش عارف، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هنا فصل الظنين، ناس قالوا ثلاثة رابعهم وبعدين قالوا خمسة سادسهم كلبهم، بس علق على هذه الحق رجما بالغيب. لكن لما قال وثامنهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما يبقى إذا دي أكنها يعني أقرب إلى أقرب إلى الحق. ومع ذلك سابنا تيهم برضه رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يبقى في ناس برضه تعلمهم فلا تمار فيهم، يعني ما تجادلش في حاجة علمها لا ينفع وجهلها لا يضر. المهم أن يثبت أصل القصة اللي هو إنهم فتية أشداء في دينهم وفرهم، ولم يقدر أهل الكفر والطغيان إنهم يخلوهم يرجموهم وراحوا وربنا عمل لهم الآيات دي ومش عارف كل هذه القصة. بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصة دي كانت في أي زمن طب وفي أي مكان، والأشخاص دول عددهم قد إيه وأسمائهم والكلب حتى اسمه
طب بالله معرفة هذه تضر في القصة ولا تنفع؟ قال لك خد بالك أن القصص القرآني حين يبهم أبطاله، الله يبهم الأبطال بتوعه خلوهم مبهمين، ده عين البيان لأصل القصة. يبقى الإبهام عايز يدي إيه؟ بيان. لأنه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني، يقول لك ما هو الزمن كان يمكن أن يتأتى فيه كده لأنه كان كذا وكذا وكذا. طب لو قال المكان، قال لك المكان أصل كانت في حرية رأي وكان فيه مش عارف إيه. طب والأشخاص، يقول لك دول أصلهم ما يتكرروش، فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عمي. فربنا أبهمهم زمانا وأبهمهم مكانا وأبهمهم عددا وأبهمهم شخصيات. ليه؟ ليشيع خبرهم بهذا الوصف بالدنيا، ولا في الزمن ولا مكان ولا أشخاص يتحكم في وقفة للحق، فالتقف للحق في أي زمان. إنما لو حدد زمانهم يبقى بس الزمان ده، لو حدد مكانهم يبقى بس المكان ده، لو حدد عددهم يبقى ضروري العدد ده، لو حدد أشخاص يقول لك دول أشخاص ما يتكررون. فأبهم الله الفتية وأبهم الله زمانه وأبهم الله مكانه لعين البيان للقصة. إن إيه؟ إن دي تحصل في أي زمان وفي أي مكان وبأي عدد وبأي شخصية. تبقى شاعت ولا ما شاعتش؟ يبقى الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين الإيه؟ هو عين البيان. ولذلك لما يجي يقول لك يا أخي ربنا لو عايز مثلا يبين هذه أو لها مدخل في القصة كان يقول، إنما ما دام ما لهاش مدخل في القصة وعايزين نخليها شائعة